مرحبا بكم من جديد في تيكا تاكا في حلقة جديدة. نواصل اليوم سلسلة حلقات الميركاتو. كما تعرف وين يقرب الميركاتو تكثر الأخبار ويكثر القيل والقال في خصوص التعاقدات اللي الترجي تحب تجيبهم، في خصوص التعاقدات اللي حاطين عليهم العين. اليوم باش نحكيو على ملاعبي صغير. الترجي قد متعارض رسمي لفريقه اليوم. الترجي راد انه الملاعبي هذا نجم يكون مستقبل الفريق. اليوم باش نحكيو على ملاعبي ينشط في البطولة التونسية من بوابة فريق المستقبل الرياضي بمارس. اليوم اكيد عرفتوني على شكون باش نحكي، واكيد عديد الصفحات طرقت الموضوع هذا وعدات وحكات عليه. اليوم باش نحكيو على الملاعبي لاعب منتخب الأواسط ولاعب مستقبل مارسا وعثمان القروي. باش نرجع باكثر تفاصيل على الملاعبي هذا، لكن دائما اذكر الناس اللي مش مشتركه في القناه تدخل وتشترك في القناه. خلينا نوصل القناه لاكبر عدد ممكن من المشتركين. دونك من غير ما نطول عليكم نمشيو فاصل قصير وهنا راجعين. لكم مرة أخرى في تيكا تاكا. اليوم كما قلنا باش نحكيو على ملاعبي صغير في السن عمره 18 عام ينشط في صفوف المستقبل الرياضي بالمارسا. الملاعبي هذا يلعب بالساق اليسرى، يشغل متوسط ميدان دفاعي وايضا مدافع. الملاعبي هذا ينجم يلعب كديفونسور كميليو ديفونسيف او ام دي اف. اليوم اكيد عرفتوني على شكون باش نحكيو على عثمان القروي. الملاعبي هذا ممتاز جدا، وكنت انا شخصيا شفت له عديد الفيديوهات وتابعته، حتى مسؤولي الترجي تابعوه من خلال تربص المنتخب في تبرقة. الملاعبي هذا ينشط مع منتخب الأواسط، يبلغ من العمر 18 سنة. الملاعبي ممتاز جدا، يلعب بالساق اليسرى، يعني يحبذ يلعب بالساق اليسرى. قوي ياسر في الالتحامات، قوي ياسر في الثنائيات. الملاعبي عضب، يعني ديما تلقاه في الديزويت، ديما تلقاه موجود في منطقة الهجوم في الديزويت. اليوم الترجي راو مسؤولي الترجي راو انه الملاعبي هذا ينجم ينفع الترجي وينجم يكون سيبل يعني محترم، خاصة انه الملاعب مازال صغير في السن، مع يعني سقل الموهبة نتاعو ينجم ينفع الترجي. اليوم الترجي قدم عرض مبدئي ب100,000 دينار لمستقبل مصر في انتظار رد الفريق. اللاعب هذا ايضا كان محل انظار من نادي الصفاقسي، لكن الترجي يبدو انه الاقرب لحسم الصفقة، خاصة انه الترجي يعني خلينا نقولوا هو المكبش اكثر في الملاعبي. وحتى المسؤولين الترجي يعني عدد المسؤولين كانوا خاطبوا والد الملاعبي هذا وخاطبوا هيئة مستقبل مصر للتفريط في الملاعبي. ان شاء الله اذا تمت الصفقة يعني الملاعبي هذا يلقى حظه في الترجي، ولما لا، لانه الملاعبية الصغار ذوما والمواهب الصغار ذوما لازم تكون يعني فما عين كبيرة. ودائما اطالب واقول انه الترجي مطالب يعني باش يحط ناس تفهم في كورة، ناس يعني تنجم تختار الملاعبية وتعرف ان الملاعبي اللي نجم يقدم، وتجيب ملاعبية صغار في السن ومن بعد تنتفع منهم وتبيعهم برشا فلوس، عكس اللي قاعدين نراو فيه، ان قاعدين نجيبوا ملاعبية برشا فلوس ومن بعد اللوجك باش نخرجوهم اعارات ونفرطوا فيهم او فسخوا عقد. هذا تبذير، هذا ما هيش هذه الكرة استثمار. الكرة يعني انك تعرف كيفاش تسير الفريق، ويعرف ان تكون عندك عين على الملاعبين الممتازين اللي نجم يقدموا الاضافة. هذه حلقة اليوم اللي حبينا تكون خفيفة، حبينا نحكيو على ملاعبي اقترب من الترجي وهو عثمان القروي. ان شاء الله الملاعبي هذه صح في الترجي، وان شاء الله اكيد الكونترا باش يكون يعني كبير، باش يكون على مدة 5 سنوات او اكثر، لانه ملاعبي كما هذا لازم الترجي تحصنه، لازم الترجي تعطيه يعني وقت لعب باش يبرز امكانياته، خاصة انه الملاعبي عنده من الخصال الشيء الكثير. هذه حلقة اليوم، اتمنى تكون نالت اعجابكم. رجاء الناس اللي مش مشتركين في القناة تدخلوا تشتركوا في القناة، لانه فيديوهاتنا ما هيش قاعدة توصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين للشأن الترجي وتشأن الكرة التونسية والعالمية. ما بقى لي كم شكركم، الى اللقاء، دمتم في رعاية الله.